الشيخ حمد بن فدغم: إن كانت للنخوة عنوان فأنت عنوانها. شيخ وصلت إليه امرأة مكلومة مظلومة تشكو من ظلم تعرضت له من قبل الحوثيون، فقام هذا الشيخ لنصرتها. معروف بأنه من العادات والتقاليد بأنه إذا وصل مظلوم إلى القبيلة، سواء كان إلى مصراخ القبيلة أو ساحتها أو إلى ميدانها أو إلى مجلس القبيلة، إلى شيخها، ويستنجد ويطلب النصرة مما تعرض له من الضيم والظلم، فمن واجب القبيلة أن تقوم لنصرة هذا المظلوم. والكل يعرف أن من يرفض أن يجير المستجير فيوصم بالعيب الأسود ويعتبر منزوع الحمية والنخوة والرجولة والشهامة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هذا وهو مشرك عدو، فما بالكم بمسلم يستغيث بمسلم أو عربي يستغيث بعربي. والله عندما شاهدت ذلك الفيديو وهو يتكلم بحرقة، إنما يدل على القهر والغبن والتعذيب والصدمة التي تعرض لها داخل السجن مع ربيعته. وهي أيضا رسالة لكل القبائل الأحرار، لكل القبائل اليمنية الحرة التي تأبى الضيم، تأبى الظلم، تأبى القهر، تأبى الإذلال، تأبى الانكسار. هي رسالة عظيمة من هذا الشخص الذي ضحى بكل ما يملك في سبيل نصرة المظلوم وفي سبيل نصرة المستجير. اليوم واجب على كل قبيلة حر أن يلبي داعي النخوة، داعي الشهامة، داعي النكف، داعي الوفاء. فالشيخ حمد بن فدغم هي ليست قضيته وحده، هي قضية كل قبيلة حر، كل قبيلة يأبى الضيم والانكسار. اليوم هذه الميليشيات أرادت أن تركع القبائل اليمنية وأن تستخدم الأعراف فقط لصالحها.